الحجاب بقى جه امتى؟ اتحجبتي ازاي؟ عمري ما كنت بفكر في الحجاب ولا محطوط في دماغي اصلا. عايزه اقول لك ان انا كنت مثلا بدخل مهرجان ولا حاجه كنت ببقى اكتر واحده قلعه. يعني كنت بشوف مين انا اكتر. بس برضو قدام بابا بنزل عندي منطوق اخضر كده، ده انا كنت مسمياه الباتمان، يعني هو ده بلبسه وبعد ما اخرج بقى البس اللي انا عايزاه. مم. بس بعدين خلاص بابا عارفه لما حد يرمي طوبتك خلاص انت مثلتي بقى تعملي ايه، يعني اقول لك ايه، فخلاص مم. مثلت. المهم وكان بقى خلاص ابتدى الموضوع يبقى في بيتنا، يعني خلاص دي ميار الببلاوي، خلاص انا مش ميار، حتى اسمي اتغير، كل مين حاجه اللي بتغير. سماكي ميار بقى؟ الحاج فهمي عبد الحميد. اه. كنت بعمل معاه اعلان، مش في الفوازير، كنت بعمل معاه اعلان، فقال لي هو انت تعالي يا شقيه انت اسمك ايه؟ فقلت له انا اسمي منال. قال لي اسمك ايه؟ قلت له منال توفيق. قال لي لا 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 الاسم ده مش عاجبني. عايز اسم كده، اصل في منال كتير، كان منال عبد اللطيف ومنال عفيفي ومنال مم. كتير. فقلت له طب انا حضرتك طب ايه؟ قال لي عايز اسميكي منار ميار. قلت له حلو قوي ميار، ايوه ده حلو، ده كانوا بيدلعوني بيه انا اللي قلت له بيدلعوني في البيت بميار وبس، هما بيقولوا يا نانا مش عارف، لا لا مم. لا نانا وحاجات بتاعت الستينات دي مش بتاعتي، لا ميار ده حلو. قلت له طب مش ميار، وسماكي ميار. ميار توفيق. قال لي لا ميار انت اسم عيلتك ايه؟ قلت له ببلاوي. قال لي بس ده هيبقى صعب قوي. قلت له ما حدش هيعرف يقول ميار الببلاوي. قال لي بس اسم صعب، يعني بس مميز. بس لو اتقال ما يتنسيش. ايوه. فبس بقيت ميار ببلاوي، واشتغلت بقى الحاجات المسلسلات ورا بعض لحد يوم واتجوزت طبعا. مم. وانا حامل اما قلتي انا كنت بلبس مفتوح جدا. والدنيا اباحيه الاداء خالص. ربنا يسامحني. وما كانش في دماغي حاجه خالص، كنت بصور مسلسل اسمه عيله شمس انا وسيمون، مم. ومسلسل كان حلو جدا واستاذ جميل راتب وكده، وانا كنت طالعه فيه مضيف الطيران. مم. فانا لابسه الفيلار ده بتاع المضيفات اليونيفورم وكده، وبنصور في المطار. كنت قبلها بيوم انا صحيت كده لقيت نفسي في حاجه غلط، انا عايزه نفسي يغمى عليا ومش مستريحه. فجوزي قال لي طب نعمل تحليل، فقلت له تحليل اعمل ايه انا كويسه. فروحنا كشفنا عند الدكتوره فقالت لي لا. قلت لها معدتي وجعاني، يعني انا مش عامله مم. حسابي على حمل ولا بتاع ولا جسمي يبوظ، انا عايزه اركز في بقى، ما صدقت خلصت من بابا، عايزه انطلق عايزه بقى بقى تركزي في واعيش. التمثيل وفي وما انا عايزه الاضواء. اتجوز علشان اركز ان انا اشتغل. آه. فالمهم فقالت لي منور انت حامل. قلت لها حامل ايه بس؟ قالت لي لا ده انا عايزه اتاكد تعملي تحليل. قلت لها افلام العربي دي انا زي القرده، ولا في حمل ولا نيله، ده تصدقيش. ما اعرفش يعني ما اعرفش. رحنا عملنا التحليل عند معمل، وانا رحت التصوير لقيت جوزي مم. بيكلمني بيقول لي منور انت حامل مبروك وكده. هو احسن وكده. قلت له احسن ايه؟ حامل؟ قام قال لي اه. فسمعت صوت في وداني يا يمنى. انا كنت واقفه بقى بلبس اللبس مم. وشعري وواقفه قدام المرايه، فلقيت حاجه بالصوت بيكلمني بيقول لي وجب شكر النعمه. فعلا سمعت كده في فانا ودنك؟ ببص في الاوضه، انا بفتكر لبيسه بتقولي طب اللبيسه صوتها بقى صوت راجل، طب راديو شغال، انا مدينا اوضه كده، اوضه في المطار عشان نغير فيها هدومنا مم. انا وسيمون. فابص ورايا مفيش حد في الاوضه، اتهيألي مم. فوجب شكر النعمه. عارفه ما حد بيقول لك بصوت قوي، بصيغه الامر. وجب شكر النعمه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه، ما تقولوا ايه؟ مم. فما فالكلمه ما فهمتهاش. كنت قبلها بيومين كنت نايمه، وجوزي كان قاعد بيتفرج على التلفزيون تقريبا ناعس هو كمان. مم. فكنا جايبين قناه الكويت، فكان بعد صلاه الفجر كانوا بيجيبوا حديث كده. مم. فانا نايمه فانا صاحيه، فببص جنبي فقلت له عايزه اقول له قوم يا وائل يعني نام. مم. فببص على، عارفه لما تكوني مش هتبصي على التلفزيون فحاجه تعمل وش كده عشان تبصي. مم. فلقيت الحديث بيقول ان ثلاثه من كان فيه ذاق حلاوه الايمان، ان يحب المرء فيه، ان يكره ان يرجع الى الكفر كما يكره ان يلقى في النار. فانا فهمتش مم. الحديث. فقمت قايمه، قومت يعني قومت جوزي وقمت طافيه التلفزيون اوكي، مم. وقمت نايمه، قمت حلمت بالحديث تاني. مم. بس انا ما اعرفش ان دي رساله ولا حسيتي ان في اشارات بتجيلك؟ مش فاهمه.
ما انا مش فاهمه يعني ايه ما انت واحده في حته تانية خالص، مش ولا في دماغك حجاب ولا في دماغك حياه، في ايه يا جماعه؟ في حاجه غلط. فلا عارفه اللي هو بقى ما بعملش، عمري ما شربت سيجاره، وعمري ما والله انا ما بحبش الحاجات دي، ما بحبش شوربه الفراخ وما بحبش السجاير. كان دايما حد يقول لي ايه ده، معقول في حد ما بيشربش سجاير؟ اقول لهم ما فيش حد ما حدش ما بيحبش الفراخ، انا فالاثنين بالنسبه لي ايكوال. انا ما بحبش، فعمرك ما عمري ما لا شربتي شربت حاجة ولا سجاير عملتي ولا حاجة؟ شربت خمره ولا بحبش الحاجات دي اصلا. اه مش ملهاش علاقه بالادب ولا، كل واحد حر، بس انا ما بحبهاش، ما بحبش طعمها خلاص. لكن ممكن مثلا براحتي بقى، يعني عارفه اللي هو عندي ايه كنت صحاب، تعملي ايه؟ عندي صحاب بلبس قط وريان عادي، اسافر كل يوم خناقه بقى قبل الجواز، كل شويه بابا يلاقيني في امريكا ماشي، يلاقيني. بس السفر ده حاجة عادية يعني، لا مش بس حاجة. بنت ولوحدها لا ما ينفعش. اه ويقول لك لا على السفر يبص يلاقيني سافرت، طب اما ارجع اضربني بقى، ولا اما ارجع اعمل فيها اللي انت عايزه، عارفه اللي هو دماغك مسوحاكي. فالمهم لقيت بقى فحسيتي انه في اشارات؟ انا استغربت من الحديث انه جالي قدامي لما صحيت وحلمت بيه بالظبط، وانا ما اعرفش الحديث ده اصلا، ومش مستحيل احفظه من ساعه. وبعدها بيومين اكتشفتي بعدها انك بيومين لما حامل سمعت وحسيتي الكلمه، بكده. فلقيت نفسي انا بلبس الفولار، لقيتني بحطه كده، فاللبيسه بتاعتي دخلت في البطاقه، بقول لها شكلي حلو بالحجاب؟ قالت لي يعني ايه؟ قلت لها الحجاب اللي هو اللي بيلبسوه ده. قالت لي اه احنا مالنا. قلت لها لا انا يعني لو لبسته يبقى حلو. قالت لي هتعملي مسلسل ديني؟ قلت لها لا. قالت لي في إيه يا مدام؟ ما انا مش متعوده على كلمه مدام، ده انا كنت لسه متجوزه بقالي شهر. فقلت لها ايوه يعني انا لو لبسته يبقى وحش فيا؟ قالت لي طبعا يبقى وحش لينا شغلنا مش عارفه ايه. بقى حاجه مش عارفه اشيل الطرحه، مش عارفه اشيلها. خلصت المشهد وانا ماشيه طول الطريق بعيط عياط هستيري، والصوت اللي كان بيكلمني مش قادره انساه. واما وصلت البيت بقول، رحت على ماما بقى، رحت على ماما على طول، لقيتها بتصلي في الريسبشن، كانت قاعده بتصلي. فانا دخلت ما روحتش على بيتي، ده رحت على ماما، لقيتها بتقول يا رب تتوب على بنتي من الوسط ده.